السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله باذن الله النهارده هعمل زي ما انتم شايفين كده البوريك بتاع الافران. بصوا ما تخيروهوش عن بره. حلو جدا 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 وطريقته سهله قوي. انا اول مره اجربه. طبعا انا شفت طرق كتير كتير وفي افتكاسات كتير، لا انا عملته باسهل طريقه ان اي حد يقدر يعمله وتطلع نفس النتيجه دي. اول حاجه هنصلي على النبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هخلي الحاجه انا بعملها قدامكم واحده واحده عشان تبقوا شايفين الطريقه بما يرضي الله. بامانه انا لا قصيت حاجه من الفيديو ولا شلت حاجه، نفس المقادير والحاجات اللي انا حطيتها هي. اولا هنحط 3 كوبايات دقيق، نفس الكوبايه اللي احنا هنعاير بيها هي اللي هنمشي بيها في المقادير كلها. وده طبعا ينطبق على كل انواع المعجنات اللي احنا بنعملها. الكوبايه اللي بنعاير بيها هي اللي بنكمل بيها بقيه معيار اي حاجه بنعملها في المعجنات عامه. احنا كده هنا حطيت 3 كوبايات دقيق. نوع الدقيق لان في ناس حد سألني عن نوع الدقيق. بس حد سألني يعني لما شاف مقطع انا كنت منزلاه على الفيسبوك فسألني نوع الدقيق وكده. فنوع الدقيق ده كان دقيق سايب عادي، ما كانش حاجه. انا بستخدم عامه الكوثر، بس ده كان نوع دقيق عادي. حطيت اول حاجه 3 كوبايات الدقيق، حطيت معلقتين سكر كبار على كيلو الدقيق. على 3 كوبايات دقيق معلقتين سكر كبار. ذره ملح. زي ما انتم شايفين كيس خميره فوريه، انا بستخدمش غير الدريم، ممتازه ممتازه. وبرده بيكنج باودر دريم ممتاز. بصوا ربع معلقه بيكنج باودر. يبقى كده حطينا 3 كوبايات دقيق، عليهم معلقتين سمنه، معلقتين قصدي 3 كوبايات دقيق، عليهم معلقتين سكر، ذره ملح، كيس بيكنج باودر، كيس بتاع ده كيس خميره، ذره بيكنج باودر، ربع معلقه صغيره كده. هنا دي انا كان معايا سمنه بلدي، انا كنت لسه مسيحاها. السمنه البلدي عشان برضو لو حد سالني، انا حاطه سمنه بلدي الشرقيه، كانت الشرقيه بيور، انا كنت مسيحاها. وكنت يعني حطيت في البطرمان ده، ودول حبه كانوا فاضوا كده حطيت في طبق، قلت كده كده انا هعمل حاجه فخليهم كده. فانا كده هاخد نص كوبايه، نص كوبايه على 3 كوبايات الدقيق، نص كوبايه سمنه. في ناس قالوا حطوا زيت، بس انا كانت متوفره عندي السمنه فعادي انا عملته بالسمنه مفيش مشكله. خلاص كده ماشيين مع بعضينا. دي عندي دي جبنه قريش، انا هحشيها جبنه قريش. المفروض الجبنه تبقى ناشفه شويه. انا اللي كانت عندي جبنه قريش، وكان عندي جبنه اللي هي الكريمي بس مش السايله، يعني الكريمي ما انا حطيتها طبعا في التلاجة بقت زي ما انتم شايفين كده ماسكه نفسها شويه. آه، خليني بس معاكم واحده واحده عشان يبقى ايه الدنيا تمام معانا. كان عندي بقى انا اصلا كان عندي لبن قاطع، يعني كان عندي بتاع كوبايه لبن قطعت كده. لكن هو برضو في طرق اتعمل بالميه، لكن الطريقه دي اللي انا عملتها، انا عملتها باللبن. كان عندي لبن قاطع كوبايه. كانت نص كوبايه تقريبا، انا كملت بقيتها ميه. تمام، يعني المقدار كله كوبايه ميه، او كوبايه لبن، او كوبايه ميه على لبن. تمام. بس وبعد كده رحت حاطه بقى صلصه. كان عندي صلصه، حطيت معلقتين لان البوريك معروف ان هو بيبقى لونه محمر شويه كده. حطيته وفضلت ادعك بقى على الرخامه كده زي ما انتم شايفين. الطريقه برضو هقولها لكم تاني برضو في الاخر، هعيد لكم تاني المقادير. سهل جدا جدا، كنت فكراه بقى حوار وكبير والكلام ده، لا والله العظيم سهل جدا جدا، وما خدش في ايدي تقريبا مثلا يعني ربع ساعه. بصوا العجينه، انا بطأت الفيديو عشان اوريكم طراوة العجينة عاملة ازاي. العجينة كانت طرية جدا جدا وما بتلزقش. انا سبتها هنا اهو تستريح بس شوية، ما سبتهاش تخمر، سبتها تستريح شوية عقبال ما جهزت السمسم بتاعي وحبة البركة. بدأت طلعتها كده زي ما انتم شايفين. هبدأ اقطعها بقى عشان اعملها ايه كور صغيرة. بصوا عملتها كور قد الليمونة، يعني كور صغيرة. بدأت ان انا ايه اظبطها ان هي تبقى كور صغيرة قد الليمونة كده. بصوا دي طريقه ان احنا بنلم العجينه جوه بعضها عشان نعملها كوره. او انا ليه طريقه مثلا انا بعملها بايدي زي ما انتم شايفين كده بصباعي الكبير، بحاول الم العجينه اللي هي تبقى مورقه من جوه. تمام. برضو لو على الرخامه هوريكم دلوقتي، لو حد حابب يعملها مثلا على الرخامه بيلمها ازاي. لو عايزه تقوريها، المهم يبقى وشها ملمسها اهو، يبقى ملمسها ناعم. انا بصراحه بستسهل على ايدي اسهل، يعني بتخلص معايا بسرعه. زي ما انتم شايفين بقى، ليه انا ببقى ظابطه في ايدي اكتر الكوره، يعني انا ببقى حاساها هو كده انا قادره اظبط حجمها، بحيث ما تبقاش واحده كبيره واحده صغيره والكلام ده كله. وبعد ما بكورهم لو لقيت واحده اكبر من التانية او كده بحاول ايه اظبطهم بحيث ان هم يبقى كلهم في رينج واحد يعني. هنا طبعا اول المقطع ده لما انا حطيت الجبنه جواه في اول واحده دي، المقطع ده كنتش بسجل فيه يعني. فانا هوريكم تاني
تاني انا اصلا فردتها ازاي. يعني انا يا دوبك كورتهم كده، اول واحده خالص كورتها هبدا اللي هي خدها زي ما احنا متفقين. انا ما خمرتش العجينه، انا سبتها ارتاحت عقبال ما جهزت السمسم بتاعي، وعملت كوبايه فيها بيضايه، وحطيت فيها سنه لبن كده صغيرين ومعلقه سكر، اللي انا هدهن بيها الوش. اهو انا اخدت، بصوا الواحده، بصوا بططتها ازاي، ما بططتهاش قوي عشان الحشوه ما تخرجش وتتحرق يعني. انا عملت حبه بالجبنه القريش وحبه بالجبنه الكريمي. بس بامانه اللي عجبني اكتر اللي بالجبنه القريش، حلوه الجبنيه طالعه من جوه ماسكه نفسها كده. بصوا طريقه اللفه بتاعتها، انت يا دوبك بتلمي بس تقفلي، بصي بتقفلي على العجينه، ولازم تحطي على الجبنه، ولازم تقفلي حوالين الجبنه عشان ما تخرجش. وطبعا عشان ما يبقاش ليها بوز جامد كده من الجنبين، فانا بلم بالراحه الجنبين كده، هو زي ما انتم شايفين بتديني في الاخر نفس الشكل اللي هو بتاعت البوريك اللي احنا بنشتريه بالظبط. وعايزه اقول لكم كان نفس الطعم يعني، بجد والله يعني مش شكراني في نفسي، بس بجد والله العظيم الطريقه دي بعد بحث كتير وفيديوهات كتير، ده احسن طريقه انا شفتها وجربتها، ومن اول مره طلعت النتيجه دي معايا، فانا الطريقه دي انا اعتمدتها تماما خلاص. بصوا بقى دي الجبنه الكريمي. عايزه اقول لكم بقى الجبنه الكريمي احلى بكتير من الجبنه القريش. يعني هي ممكن تكون الجبنه الحادقه، هي الجبنه القريش كانت حادقه شويه، بس الجبنه الكريمي من جوه كده بتحسوها سايحه، يعني سايحه، وفي نفس الوقت مش مخليه العجينه من جوه طريه. لا ماسكه نفسها العجينه من جوه مستويه كويس جدا، والجبنه تحسها برضو منفصله عن العجينه، مش سايحه في قلب العجين. يعني انا كانت في تخيله اجربها، قلت اما اشوف كده ممكن تبقى الجبنه سايحه في قلب العجينه وتبقى مش حلوه. لا انا عجبتني الجبنه الكريمي اكتر بكتير من الجبنه القريش. الجبنه القريش حاسه ان هي مخليه العجينه من جوه يعني فيها طراوه شويه، لكن الجبنه الكريمي دي تحس ان هي مفصوله عن العجينه وسايحه كده، تحس عامله زي جبنه موزاريلا سايحه كده من جوه بصراحه. والطعم بتاعها كان احلى، هي كانت جبنه كريمي بطعم الجبنه الرومي. خلاص انا بقولك على كل حاجه اهو. انا كده فردته كله فردته، وبعد كده بدات ان انا احط فيه العجينه عشان يبقى الوقت. انا بصوا سبتها بقى لما خمرت، شفتوا لما خمرت بقت شكلها ايه، نفس اللي احنا بنجيبها من بره. ده طبعا حطيت فيه بيضايه، وحطيت فيه حبه ميه صغيرين بس او لبن افك البيضايه، وبعد كده رحت وحطيت عليهم معلقه سكر صغيره وقلبتهم كويس، ورحت دهنه بيه بالبتاع كده. بس خلوا بالكم انتوا بتدهنوا بالفرشه، دهنوا بالراحه جدا عشان مش عايزين نخرج الهواء اللي دخل في قلب البوريك بتاعنا بعد لما خمر. وانا رحت مقلبه حبه البركه على السمسم كده مع بعض في الطبق، وبدات احط على الوش بتاعهم. آه الوش بتاعه كان محمر جدا. هي اول صينيه يعني لسعت مني حاجه بسيطه، لان طبعا زي ما انتوا عارفين اي حد بيعمل حاجه لاول مره لازم بيبقى فيه، يعني بيبقى فيه حاجات كده ممكن تعدي من الواحد. فال الفكره بقى في ايه، ان انا لما شغلت الفرن، كنت انا بعمل حاجه قبل كده في الفرن، وكنت مشغله من تحت بس. انا عندي الفرن الكهرباء مشغل فوق وتحت، بس انا كنت بعمل، مش فاكره كنت بعمل ايه، فكنت مشغله، كنت بعمل تقريبا صينيه بطاطس، فكنت مشغله تحت بس. فانا نسيت بقى ان انا اخليه تحت وفوق، فعشان كده هو لسع من تحت اكتر شويه. يعني بصوا دي اول صينيه طلعت معايا اهي، لو تاخدوا بالكم هو لاسع من تحت، هو مش محروق، بس هو لاسع سنه بسيطه من تحت. فده علشان انا نسيت اشغل فوق وتحت، لكن لو انا كنت مشغله فوق وتحت في الصاج التاني هتشوفوا الفرق. احلى بكتير، يعني احسن بكتير. هو كله ما قعدش اصلا، بس بيبقى شغال فوق وتحت اهو. بصوا الكريمي بقى، الجبنه الكريمي تحسوها بتخرج كده منها جميله جدا، عجبتني اكتر وطعمها احلى. شايفين فاصله ازاي؟ التانية الجبنه القريش بقى تحسوا فيه فراغ كبير كده، و يعني انا لو انا فتحت لكم تقريبا واحده برضو هنشوفها برضو في الفيديو. بصوا العجينه هشه قوي وخفيفه. هي دي تقريبا الجبنه القريش اهو. بصوا الجبنه القريش تحسوها ماسكه نفسها كده. لا انا حبيت الكريم انها سايحه في قلب البوريكيه من جوه، كانت حلوه قوي. بس ودي بصوا من جوه العجينه مستويه قوي وطعمها حلو قوي، ولونها كمان ممتاز، وريحتها كانت خطيره. ودول 3 كوبايات دي عملوا معايا كميه حلوه قوي. اهي ده الصاج التاني اللي انا كنت خدت بالي بقى ان هو يعني في رحت مشغله بقى فوق وتحت، وبدا ان هو ظبط الدنيا معايا كتير. يعني انا هوريكم دلوقتي السوا من تحت بتاع ده عامل ازاي. انا ده طبعا عشان سخن جدا، لكن لما يبرد شويه تعدل. بصوا هنا بقى السوا برضو ده مظبوط اكتر من التاني كمان. بوريكم اهو ان التاني لسع شويه عشان
الغلط بقى اللي انا كنت نسيته ده. بس ويا ريت بقى جربوها، والله العظيم هتعجبكم جدا جدا جدا، وحلوه قوي قوي للولاد. يعني عايزه اقول لكم انا حطيتها على الترابيزه في علبه، هي تقريبا ما قعدتش يعني، وهشه من جوه زي ما انتم شايفين، وعجينتها كانت ممتازه فوق الممتازه يعني. انا بعشق اصلا اي حاجه بالمعجنات يعني اعملها. فالعجينه دي من المعجنات، الحاجات اللي عجبتني قوي 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 في عجنها، طريه قوي وحلوه، ومعلقه الصلصه دي ادت فرق كبير في الطعم والطراوه بتاعت العجينه كمان. فاتمنى يكون الفيديو بتاعي يعجبكم ان شاء الله، واتمنى تجربوا الوصفه وتقولوا لي في التعليقات، وما تنسونيش طبعا في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.